مفيش هوك في الاول، انا مش هجذبك او مش هعمل هوك قوي يشد انتباهك ويخليك تكمل الفيديو للاخر، ومش هحط مونتاج ولا ساوند افكتس ولا بيرول ولا كل الكلام اللي انت عمال تتشقلب فيه طول اليوم على السوشيال ميديا. انا هتكلم كلام طبيعي عادي جدا، كان قاعد معاك بنحكي مع بعض وبنشرب شويه شاي، عشان انا اصلا نفسي مليت من كتر الاوفر ريتد اللي موجود دلوقتي على السوشيال ميديا في المونتاج والساوند افكتس والحركات والكلام. انا زهقت من الكلام ده، واعتقد ان انت كمان زهقت، فانت محتاج تقعد ريلاكس كده وتسمع محتوى من غير دوشه من غير صداع. فانا هتكلم في شويه حاجات مهمين جدا هيفرقوا معاك جدا لو انت كملت الفيديو للاخر. فخلينا نبدا الفيديو. واحده من الحاجات المهمه اللي هتفرق معاك وفي حياتك وفي الفتره اللي انت عايش فيها حاليا في الكوكب اللي كلنا بنشوفها ومش عارفين الدنيا رايحه على فين، هي فكره التركيز. ده السر وده العامل الوحيد اللي مخليك مش قادر تحقق كل الحاجات اللي انت عايز تعملها، او تنجز الحاجات اللي انت نفسك تنجزها، او تخلص الحاجات اللي انت نفسك تخلصها، لان انت مش مركز. لان دلوقتي العصر اللي احنا عايشين فيه اكتر مهاره نادره ومهاره بيدفع فيها فلوس ومهاره هتخليك تسبق كل الناس اللي حواليك ومهاره هتخليك توب 10 على اي حاجه انت عايز تعملها، هي فكره التركيز. لو انت مركز، لو انت قادر تتحكم في دماغك، قادر تتحكم في انتباهك، قادر تتحكم في الوقت اللي انت بتقضيه في اليوم بتاعك بشكل مركز فيه فعلا. ليه؟ لان دلوقتي انت بتفتح موبايلك بتلاقي مليون فيديو بيحاول يقنعك بحاجه معينه، اللي بيقنعك بالمجال بتاعه، بالافكار بتاعته، بالكورس بتاعه، بالمونتاج بتاعه، مش عارف ايه. فانت دماغك مشتت ومش مركز في اي حاجه بتعملها، وطول اليوم بتقضي الوقت بتاعك او حياتك كلها ماشيه بنفس الريت ده. فلو انت دلوقتي مش قادر تركز ومش قادر تكون محدد الحاجات اللي انت بتعملها في اليوم بتاعك او الحاجات اللي انت شغال عليها غير شغلك الاساسي او غير شغلك الروتيني، فانت بتكون عايش في دوامه مش هتعرف تخرج منها حرفيا. لان انت اصلا ما بتديش مساحه لعقلك يفكر هو انا هخرج ازاي من المتاهه دي. انت عمال باب ورا باب ورا باب ورا باب، ومفيش باب فيهم واحد قفلته او باب فيهم واحد اخترت انك تفضل في المكان ده بعد ما دخلت الباب بتاعه. لا، انت عمال تدخل وتخرج تدخل وتخرج، كأن انت مش عارف انت رايح فين ومش عارف انت عايز ايه ومش عارف انت بتعمل ايه في الاول والاخر. فالفكره كلها وخلاصه كل اللي انت عايش فيه والسواد اللي انت بتشوفه كل يوم لما تيجي تنام بالليل حاطط دماغك على المخده، هي ان انت مش مركز، ان انت مش محدد انت عايز ايه او انت رايح فين او انت بتعمل ايه. فخلاصه الكلام يعني دي حاجه انا بتكلم عنها عن تجربه شخصيه، بتكلم عن الحاجه اللي فعلا قدرت احدد ان هي ممكن توصلك لحاجات كتير جدا وتكون سابق ناس كتير جدا حواليك لو انت حابب تعمل ده. او مش فكره انك تسابق ان انت اصلا بتحاول تثبت لحد حاجه، لا، اقصد ان انت هنا تكون قادر تنتصر على نفسك وتنتصر على دماغك وتحقق الحاجات اللي انت نفسك فيها، او تبدا تشتغل على الحاجات اللي انت عايز تشتغل عليها بشكل حقيقي بشكل فعلي. هي مهاره واحده بس بعد تجربه وبعد يعني خبره في اكتر من حاجه الحمد لله، هي فكره التركيز. لو انت ركزت وحددت حاجه واحده بس واشتغلت عليها واديتها كل وقتك وتركيزك واهتمامك، صدقني هتفرق جدا في الحاجه دي عن كل الناس اللي انت شايفهم حواليك او كل الناس اللي انت نفسك تكون فيهم او زيهم في الحاجه دي. فالفيديو ده كان فيديو سريع بتكلم فيه عن حاجه كده واحنا قاعدين مع بعض بنشرب شاي، عن الحاجه اللي فرقت معايا فعلا واللي خلتني اقدر انجز حاجات كتير انا كنت مش عارف انجزها ومش عارف اخد خطوات فيها، وهي التركيز.